السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهاردة هنبدأ مع بعض يوم جديد وفيديو جديد، اتمنى ان هو يعجبكم. بس قبل ما نبدأ نقول بسم الله والصلاة والسلام على اشرف خلق الله. هنعمل مع بعض النهاردة طريقة عمل القرنبيط بطريقة سهلة وبسيطة كده، وهنحط حاجة في المية هتريح مرضى القولون، مش هتخلي القرنبيط يتعبوا وهياكلوه براحتهم. يلا نشوف هنعمل ايه ونشوف المقادير مع بعض. كده بقى معايا القرنبيط بالشكل ده، تعال نشوف هنقطعه ازاي عشان نعمله. هنمسك كده زهرة القرنبيط بالشكل ده، نقطعها وبعدين نغسلها. تمسكي طرف السكينة كده ونقورها وتقطعيها بقى الحجم اللي انت عايزاه. كده بنطلع الراس بالشكل ده. كده الحجم ده كويس بالشكل ده. كده بالشكل ده. انت بتشيل البوزة بس اللي فوق دي عشان ما تبقاش تخينة وانت بتعملي. كده سنة صغيرة بس مش بتقطعها، تفلقها من بعضها كده. كل واحد طبعا بيعمل المقاس اللي هو عايزه. كده كده بقى قطعتها بالشكل ده. هنشوف هنعملها ازاي مع بعض اهي. كده حطيت حلة مية على النار، هستنى لما تغلي وهقول لكم هحط فيها ايه. المية كده بالشكل ده غلت معايا، هحط فيها كوباية لبن بالشكل ده. كوبايات اللبن دي فايدتها ايه؟ دي بتريح مرضى القولون لما ياكلوا القرنبيط ما يتعبوش. دي معلقة ملح ومعلقة كمون، واستنى بقى لما يغلوا وبعدين احط زهرة القرنبيط فيها. كوباية اللبن دي جميلة يا جماعة لمرضى القولون، لما ياكلوا من القرنبيط ما يتعبوش خالص. هستنى كده شوية لما المية تغلي بكوباية اللبن تاني والتوابل عشان خاطر احط القرنبيط فيها. الطريقة اللي انا عملتها دي يا جماعة بتريح جامد مرضى القولون عشان ما يتعبوش من القرنبيط. غلت اهي المية، كوباية اللبن بالكمون بالملح. هبدأ اسقط كده زهرة القرنبيط في المية. وممكن برضو تعملوا حركة اللبن في المية دي للكرنب برضو عشان مرضى القولون. هسلقه بقى واوريهولكم. هنا بقى كده القرنبيط استوى بالشكل ده. هنختبره ازاي للعرايس الجداد. بتجيبي كده زهرة القرنبيط من هنا، تجيبي شوكة صغيرة تغزيها كده بالشكل ده. هنا هتلاقيه استوى كده بالشكل ده. معايا كده المقادير. معايا 5 بيضات، ومعايا التوابل، معلقة توم باودر وفلفل اسود وكمون وملح كزبرة ناشفة ومعلقتين كركم. ومعايا كوباية لبن وكوبايتين دقيق وحزمة شبت وحزمة كزبرة خضراء، ما بيتحطش على القرنبيط بقدونس. ومعايا معلقتين نشا ومعلقة بيكنج باودر ومعلقة خل. اهي المقادير بالشكل ده. تعالوا نشوف مع بعض هنعمل ايه. هنجيب كده المضرب، هنفكك كده البيض نضربه في بعضه الأول. هنحط كوباية اللبن، واحط معلقة خل بالشكل ده. وهحط التوابل تاني، معلقة توم باودر وكمون وكزبرة ناشفة وملح ومعلقتين صغيرين كركم.
عشان يديك اللون الذهبي للقرنبيط، اللون الحلو. ممكن تعملي معلقه توم مفروم لو ما عندكش توم باودر، بس التوم البودر بيبقى اخف من التوم التاني وبيديكي نفس الريحه برضه. كده بالشكل ده. كده ضربنا كل التوابل في بعض عشان ما تبقاش مكتله كده معانا في الخلطه. لما تخلصي برضو تدوقي الخلطه، لو عايزه ملح يحط لها، واللي حابب يحط شطه يحط، كل واحد وراحته. هنحط كده كوبايتين الدقيق. لو كانت سايله معاكي ممكن تحط دقيق تاني، ولو كانت تقيله ممكن تحط لبن، انت اللي بتتحكمي فيه. ومعلقتين النشا لزوم القرمشه. والبيكنج باودر كده هاخد منه نص معلقه كده بالشكل ده. هضربهم كده في بعض. انت اللي بتتحكمي في سمك الخلطه معاكي، لقيتها تقيله بتزوديها شويه لبن، لقيتها خفيفه معاكي بتزوديها دقيق. انت بتحسي بيها كده وانت بتضربيها في المضرب. هشوف بقى عايزه ملح قبل ما احط الخضار ولا لا. محتاجه شويه ملح. اهي كده الخلطه معانا بالسمك كده. انت اللي بتتحكمي في السمك كده. ودقتها وظبطت الملح. هحط كده الكزبره والشبت بالراحه. تقلبيها كده عشان الخليط كله يندمج مع بعضه. كده جبت معايا القرنبيط بالشكل ده، ابيض وجميل ازاي من اللبن اللي انا حطيته في الميه، وبريح كمان مرضى القولون. هنحط زهرات القرنبيط بالشكل ده. تعال نشوف بقى نقلي ازاي. هنا كده حطيت الزيت، ده زيت مكان بطاطس كنت بحمرها. هقلي فيه بقى. بنعمل زهرة القرنبيط كده في الخلطة بالراحة. انا ظابطه الملح بتاع الخلطة وكل حاجة. هستنى بس لما الزيت يتعمل وبعدين يدفى شوية وبعدين احط القرنبيط. هحط كده زهرات القرنبيط في الزيت. انت بتصفيها. ده كده اللي بيتقلب بالشكل ده. وده كده اللي انا قليته. ده اللي انا قليته دلوقتي. هخلص بقى واوريهولكوا كله. كده خلصت قليت القرنبيط بالشكل ده. هكمل انا الباقي. لونه جميل ازاي من معلقتين الكركم. اتمنى ان انتوا تجربوه، واتمنى اللي يدخل القناه يعمل سبسكرايب للقناه وشير للفيديو. اشوفكم بقى في فيديو جديد. مع السلامه.